الواجب على كل مسلم أن يتواضع لإخوانه المسلمين ويلين لهم جانبه ويحب لهم الخير والنصح في كل حالة من أحوالهم، يحترم كبيرهم ويحنو على صغيرهم ويوقر عالمهم ويحفظ لكل ذي مكانة منزلته. أيها المسلمون، وقد تكاثرت نصوص الكتاب والسنة في الأمر بالتواضع للحق والخلق والثناء على المتواضعين وذكر ثوابهم في العاجل والآجل. وأعظم الحقوق على عباد الله حق الله تعالى عليهم بأن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، فمن خضع لهذا الحق فهو المتواضع الخاضع لله عز وجل، ومن أعرض عنه وعارضه فهو المتكبر، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. قال المبرد: النعمة التي لا يحسد صاحبها عليها التواضع، والبلاء الذي لا يرحم صاحبه منه العجب. وعن عياض بن حمار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. رواه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. رواه مسلم. أيها المسلمون، وللتواضع دور مهم في تجديد الإيمان وجلاء القلب من صدأ الكبر، لأن التواضع في الكلام والمظهر دال على تواضع القلب لله تعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: البذاذة من الإيمان. رواه أحمد وابن ماجه. ومعناه التواضع في الهيئة واللباس، والتواضع خلق الأنبياء والصالحين. قال يحيى بن معين رحمه الله: ما رأيت مثل أحمد بن حنبل، صحبناه 50 سنة فما افتخر علينا بشيء مما كان فيه من الصلاح والخير. وكان رحمة الله عليه يقول: نحن قوم مساكين، تواضع إذا ما نلت في الناس رفعة، فإن رفيع القوم من يتواضع. أيها المسلمون، إن التواضع لله تعالى هو أعظم التواضع، بأن تستيقن وتستحضر عظيم نعم الله عليك وعظيم فضله وآلائه وإحسانه إليك، فهو الذي غمرك بنعمه ظاهرة وباطنة، وما بكم من نعمة فمن الله. والتواضع أن تتواضع لإخوانك المؤمنين. قال تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. وهذا التواضع يدعوك إلى نصيحتهم ومحبتهم والبعد عن غشهم وخيانتهم. وفي الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. أيها الشاب المسلم، تواضع لمن هو أكبر منك سنا، تواضعا يقتضي إكرامه وإجلاله، فلا تؤذيه ولا ترفع صوتك عليه، وتذكر أنه سبقك إلى الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. رواه أبو داود. فهذا دليل تواضعك وطيب نفسك وأصالتك في الخير. وإياك أن يخدعك شبابك، فلا تبالي بالأكبر سنا ولا تنظر له إلا نظرة احتقار وازدراء، فهذا كله نقص في الإيمان. أيها المسلمون، إن التواضع لا ينافي أن يكون للمؤمن هيبة يحفظ بها قدره ويصون بها عرضه. والسعيد من جمع بين التواضع والهيبة، فلم يتكبر على الناس ولم يفقد نفسه هيبتها. وهكذا كان سلفنا الصالح. فقد بلغ من تواضع عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يتناوب مع خادمه على الركوب على دابة واحدة في السفر، ومع ذلك كله كان ذا هيبة ووقار، حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما:
مكثت سنة أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن آية فما أستطيع أن أسأله هيبة له. رواه البخاري. اللهم اجعلنا من المتواضعين لك ولعبادك يا أرحم الراحمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لنا ولكم ولجميع المسلمين إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة على النبي المصطفى وآله ومن اقتفى، وبعد. فيا أيها المسلمون، في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم دروس وعبر في التواضع، فقد كان صلى الله عليه وسلم يمر على الصبيان فيسلم عليهم، وكانت الأمة تأخذ بيده صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت، وكان إذا أكل لعق أصابعه الثلاث، وكان صلى الله عليه وسلم يخدم أهله في البيت ولم يكن ينتقم لنفسه، وكان صلى الله عليه وسلم يخصف نعله ويرقع ثوبه ويحلب الشاة لأهله ويعلف البعير ويأكل مع الخادم ويجالس المساكين ويمشي مع الأرملة واليتيم في حاجتهما، ويبدأ من لقيه بالسلام ويجيب دعوة من دعاه ولو إلى أيسر شيء. وكان صلى الله عليه وسلم هين المؤنى لين الخلق كريم الطبع جميل المعاشرة طلق الوجه بساما متواضعا من غير ذلة جوادا من غير سرف رقيق القلب رحيما بكل مسلم حافظ الجناح للمؤمنين لين الجانب لهم. وكان صلى الله عليه وسلم يعود المريض ويشهد الجنازة ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السنخة فيجيب، ولقد كان له درع عند يهودي فما وجد ما يفكها حتى مات. رواه الترمذي. وعنه رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بتمر عتيق فجعل يفتشه يخرج السوس منه. رواه أبو داود. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. رواه الترمذي. قال ابن الأثير رحمه الله: أراد به التواضع والإخبات وألا يكون من الجبارين المتكبرين. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: إنكم تغفلون عن أفضل العبادة وهي التواضع. رواه البيهقي. وختاما: اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك واهزم المشركين، واقمع أعداءك أعداء الدين، يا قوي يا عزيز يا حكيم. اللهم اجعل هذا بلدا آمنا مطمئنا رخاء وسعة وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح إمامنا إمام المسلمين واكلأه برعايتك، وارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الحق المبين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أقل عثراتنا وتجاوز عن سيئاتنا، واغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.